المغرب تصنع التاريخ، ووليد الركراكي بيسجل اسمه من كبار وعظماء مدربين القارة الأفريقية، بل كمان ممكن يبقى من كبار وعظماء مدربين العالم. ياسين بونو بيثبت في الملعب ان الحارس هو نص الفريق ان ما كانش اكتر. كمان الالتزام الخططي والتكتيكي اللي عمله منتخب المغرب في الملعب والايمان بطموحك وقدراتك هو اللي خلى منتخب المغرب يقدر ان هو يفوز على بطل العالم منتخب اسبانيا ويقدر يوصل لدور ربع النهائي. مفاجأة مونديال قطر 2022 ان هو مونديال عربي خالص، زي ما قلنا في اول حلقاتنا منتخبات عربية بتقدر ان هي تفوز على كبار القوم في العالم في كرة القدم وتفوز على ابطال العالم. شفنا السعودية بتفوز على الارجنتين، شفنا كمان تونس بتفوز على فرنسا، وختاما المغرب بتفوز على اسبانيا وتقصيها من البطوله وتصعد على حسابها لدور الثمانيه. ما تنسوش في نهايه حلقتنا هنتكلم عن لقطه في المونديال في سلسله كاس العالم قطر 2022 مع الباش لعيب، وحلقه جديده دلوقتي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي المشاهدين وحلقة جديدة من سلسلة كاس العالم قطر 2022 مع الباش لعيب. إنجاز للتاريخ بيصنعه منتخب المغرب في بطولة كاس العالم، إنجاز أول مرة منتخب عربي يقدر يوصل لدور ربع النهائي في بطولة كاس العالم، واول مره منتخب المغرب يقدر ان هو يعدي دور ال16. ابرز مشاركه ليه كانت سنه 86 ووصل لدور ال16. دي هتبقى المشاركه الابرز لمنتخب المغرب والابرز عربيا على مرور النسخ السابقه كلها من كاس العالم، عشان منتخب المغرب يثبت فعليا ان مونديال قطر 2022 هو مونديال لكل العرب. شفنا العرب كلهم ما عدا منتخب قطر المنتخب المستضيف بيتميزوا ويتألقوا ويبدعوا في مواجهة كبار القوم في العالم. شفنا منتخب السعودية مع هيرفي رينار بيقدم أداء عظيم جدا جدا قدام الأرجنتين ويفوز 2-1. شفنا كمان منتخب تونس مع جلال القدري بيقدر ان هو يفوز على فرنسا 1-0. شفنا كمان آخر حاجة منتخب المغرب بيقدر ان هو يقصي اسبانيا بضربات الترجيح، واداء عظيم جدا جدا من لعيبه المنتخب المغربي، رغم ان بدايه وليد الركراكي في البطوله ما كانتش مميزه قوي، كان عنده بعض الاخطاء الفنيه والتكتيكيه خاصه في مباراه كرواتيا، الا انه عشان هو مدرب قوي الشخصيه ومدرب قوي كمان فنيا قدر ان هو يعدل كل العيوب اللي قابلته في ماتش كرواتيا ويقدر ان هو يغلب بلجيكا وكمان يغلب كندا ويوصل لدور ال16 كأول مجموعته في سابقة لأول مرة تحصل لمنتخب عربي في بطولة كاس العالم. وكمان يلاقي اسبانيا، يعني هو صعد اول مجموعته قال يعني خلاص بقى هقابل فرقة من الفرق الصغيرة، هقابل تاني المجموعة، يقوم منتخب اسبانيا يخسر قدام اليابان عشان خاطر يستسهل الطريق بعيد عن البرازيل والارجنتين، فيقابل منتخب المغرب اللي بيطيح بطموحه خالص بره بطولة كاس العالم عشان خاطر وليد الركراكي يفوز على لويس انريكي في الملعب. كأداء قبل اي حاجة وليد الركراكي اعتمد على ان هو يأمن دفاعيا نص الملعب وعمق الملعب تحديدا. الثلاثي اللي لعب في نص الملعب هو وليد الركراكي كان بيلعب خطته العاديه اللي هي 4-3-3، لكن الثلاثي اللي في نص الملعب كان ليهم ادوار دفاعيه اكتر من هجوميه، سواء سفيان مرابط او عز الدين أناحي او سليم املاح. الثلاثه دول كانوا قافلين ضبه ومفتاح على عمق الملعب عشان خاطر يقضوا على اهم ما يميز منتخب اسبانيا وهو اللعب في عمق الملعب. قفل خالص على جافي وقفل كمان على بدري عشان خاطر يعني زي ما تقول ايه هو منعه من ان هو يعرف يلعب. فحاول لويس انريكي ان هو يلعب على الاطراف، سواء من ناحيه اليمين ناحيه فران توريس او من الناحيه الشمال ناحيه دانيال اولمو،
الا ان كان عامل حسابه برضو وليد الركراكي وقف الاثنين الوينجين بتوعه، سيبك بقى من الباكين، يعني هو وقف كمان الوينجين بتوعه في ادوار دفاعيه بحته، سواء سفيان بوفال على الشمال او حكيم زياش على اليمين، عشان يساندوا اشرف حكيمي او نصير مزراوي. الميكس اللي هو عمله ده الدفاعي خلى منتخب المغرب صلب قوي دفاعيا، صلب جدا. ما شفناش غير كوره واحده بس قدر يعملها منتخب اسبانيا في الشوط الاولاني عن طريق اسينسيو، وهي المسافه ما بين الباك والسيرد باك، سواء على اليمين او على الشمال. يعني سواء على اليمين من ناحيه اشرف حكيمي ورومان سايس او نايف اكرد، والناحيه الثانيه ما بين نصير مزراوي ورومان سايس. المسافه دي هي اللي لعب عليها منتخب اسبانيا، وما نجحش غير في كوره واحده في الشوط الاولاني. في الشوط الثاني وليد الركراكي اعتمد على خطه لعب دفاعيه بحته اللي هي 4-5-1، ويعتمد على الهجمات المرتده خاصه من الجنب اليمين، والاعتماد على سرعه اشرف حكيمي ومساندة ليه كمان حكيم زياش عشان خاطر يعمل اكتر من هجمه مرتده، لكن كان ينقصها بعض من الخطوره. ما كانش فيه هجمات خطيره قوي على دفاع اسبانيا. رودري عمل اداء عظيم جدا دفاعيا بالنسبه لمنتخب اسبانيا، وكمان زيادته الهجوميه كانت الى حد ما مميزه، لكن قبله نص ملعب المغرب اللي قفل زي ما قلنا ضبه ومفتاح على اي لعبه من العمق. فاستدرك بقى وليد الركراكي المنتخب الاسباني لضربات الجزاء عن طريق الاشواط الاضافيه. حاول لويس انريكي ان هو يعمل نشاط او يعمل حيويه اكتر من على الاطراف بنزول نيكولاس ويليامز اللي عمل مشكله قوي وكبيره لنصير مزراوي قبل ما يطلع، وشكل كم كوره خطيره كمان مع موراتا اللي لعب في المساحه اللي احنا قلنا عليها اللي هي ما بين رومان سايس ونصير مزراوي. عمل كم كوره خطيره بالشكل ده، الا انها برضو تعامل يوسف بونو معاها كان مميز وما حسناش بخطوره قوي للكرات دي. وصل المنتخبين لضربات الترجيح، وهنا رهان وليد الركراكي على ياسين بونو كان فوق الخيال. يعني انت بتكسب الرهان على لعيبتك ولاعيبتك الرجاله ولاعيبتك اللي في الملعب، بتثبت فعلا ان هي تستحق ان هي توصل لابعد نقطه في المونديال. ياسين بونو بيثبت في الملعب ان الحارس نص الفريق ان ما كانش اكتر. ياسين بونو بيصد 3 ضربات ترجيحيه، او صد ضربتين وضاعت ضربه جت في القايم، بس برضو رايح معاها. يعني هو عمل كل اللي ممكن يتعمل في الكوره عشان خاطر يدي المنتخب المغرب الافضليه ان هو اللعيبه بتاعته تيجي تشوط وهي مرتاحه. انا رايح شايط فارق 2 او فارق 3، حتى لما بدري بنون ضيع هو صد الكره اللي بعديها. يعني حارس بيطمنك. مبروك لمنتخب المغرب، مبروك لوليد الركراكي، مبروك للشعب المغربي. اداء عظيم ومشرف لكل العرب مش للمغاربه بس. نتمنى لمنتخب المغرب ان هو يتجاوز منتخب البرتغال اللي قدر قدام سويسرا انه يحقق اكبر فوز في تاريخ دور ال16 من بطولة كاس العالم بالفوز ب6-1، مع ان كريستيانو رونالدو كان قاعد على الدكة. الا ان منتخب البرتغال عمل كل حاجة في الكورة قدام سويسرا. كمان بيبي بيدخل التاريخ كأكبر لاعب في المونديال بيسجل في الادوار الاقصائيه. مواجهه صعبه جدا 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 لوليد الركراكي. نتمنى من كل قلوبنا كعرب للمنتخب المغربي ان هو يتجاوز البرتغال زي ما تجاوز اسبانيا ويوصل لدور نص النهائي. حتى لو منتخب المغرب ما قدرش ان هو يتجاوز البرتغال، يبقى فوق الراس وأداؤه عظيم ومشرف لكل العرب كأول منتخب عربي يوصل لدور ربع النهائي وتاني منتخب أفريقي يوصل للنقطة دي. كده اتحدد ال8 الكبار في العالم اللي هيلعبوا ربع نهائي كاس العالم. هم
الارجنتين وهولندا هيلعبوا بعض، ماتش صعب قوي ومتوقع. البرازيل هتلاعب كرواتيا، برضو ماتش صعب ومتوقع. فرنسا هتلاعب انجلترا، وبرضو ماتش متوقع. المغرب والبرتغال، وده الماتش اللي كان فوق التوقع وفوق الخيال. نتمنى من منتخب المغرب ان هو يتجاوز منتخب البرتغال، وتوقعي ان شاء الله ان منتخب المغرب لو تجاوز منتخب البرتغال هيلاقي فرنسا منتخب قوي جدا في نص الملعب، وكمان وجود كيليان امبابي اللي بيتميز ان هو محطم للارقام في كاس العالم كاصغر لاعب يوصل للهدف رقم 8، نقول الهدف بقى رقم 9 ويتجاوز الاسطوره الجوهره السمراء بيليه. الناحيه الثانيه الارجنتين وهولندا، ماتش صعب، بس الارجنتين ادائها بيتحسن مع استمرار المباريات في البطوله، ونتوقع من ميسي ورفاقه ان هم يتجاوزوا الطواحين الهولنديه ويقابلوا منتخب البرازيل. منتخب البرازيل خاصه بعد رجوع نيمار بيقدم اداء عظيم قوي في نص الملعب، شفناه في مباراه كوريا الجنوبيه. نيمار هو محور اداء منتخب البرازيل، وكل كوره دايما لازم يبصم عليها. وجوده في الملعب فرق كتير قوي مع منتخب البرازيل اللي غلب كوريا الجنوبيه يعني بالسهل الممتنع. يعني انا جبت 4 تجوان في 28 دقيقه، فمش محتاج ان انا يعني اكح. ولعب بقيه المباراه منتخب البرازيل بيتفرج على كوريا وهي بتحاول ان هي تسجل هدف. فانا اتوقع ان الناحيه اليمين هتبقى فيها الارجنتين والبرازيل، والناحيه الثانيه هيبقى فيها ان شاء الله باذن الله المغرب وفرنسا. ودلوقتي مع لقطه في المونديال احتفالا بالمنتخب العربي المغربي الشقيق ووصوله لاقصى نقطه وصل ليها اي منتخب عربي، بنفكرهم بالهدف الاول اللي سجلوه في كاس العالم سنه 1970 في المكسيك، في المباراه اللي جمعت منتخب المغرب مع منتخب المانيا الغربيه. قدر منتخب المغرب ان هو يتقدم في المباراه عن طريق محمد حمان جرير بهدف، ويخلص الشوط الاولاني كسبان المانيا الغربيه 1-0. لكن منتخب المانيا الغربيه قدر في الشوط الثاني ان هو يتعادل عن طريق زايلر قبل ما يتقدم عن طريق مولر، وتبقى المشاركه الاولى والهدف الاول للمغرب في كاس العالم سنه 1970 في المكسيك. دي كانت اهم تعليقاتنا وتحليلاتنا لمباراه المغرب واسبانيا. تمنياتنا لمنتخب المغرب ان هو يكمل كمان ويفوز في مباراته الجايه قدام البرتغال، ومبروك لكل الشعب المغربي الشقيق. وكمان توقعاتنا لنص نهائي كاس العالم في قطر 2022. ما تنسوش لو عجبتكم الحلقه تدعمونا بلايك وشير للفيديو، وكمان سبسكرايب كمان للقناه. واستنونا في حلقات جديده مع الباش لعيب، والسلام عليكم.